النهاردة بنفتح ملف قصة يعني قصة مش سهلة خالص ومليانة تفاصيل مأساوية حصلت في أسيوط تحديداً في قرية النوارة بمركز البداري. القصة محورها شخص اسمه حماد، راجل أربعيني بيشتغل سواق توك توك، متجوز وعنده أولاد. حياته من بره تبان عادية جداً. بالظبط. والبداية كمان تبان عادية أكتر، مجرد مشوار. بنت اسمها باسين بتوقفه عشان يوصلها، بس هي طلبت رقمه، قالت له بحجة إنها عايزة يبقى معاها رقمه عشان تطلبه هو بالذات للمشاوير، تتجنب مضايقات أو كده. خطوة تبان بسيطة، بس هي دي كانت الشرارة الأولى لكل حاجة. ومن النقطة دي الأمور بدأت تتطور وبسرعة كمان. المصدر بيوضح إزاي العلاقة دي تحولت من مجرد توصيلة ومكالمات عادية لمحادثات فيديو وبعدين لقاءات سرية. اللقاءات دي كانت بتحصل في مكان بعيد عن العين، منطقة زراعية بيسموها الزراعات. وفي نقطة مهمة أوي المصدر بيأكد عليها: خوف حماد الشديد من مراته وأهلها. يبدو إن ليهم وضع ونفوذ في المنطقة. أيوة، والخوف ده مش تفصيلة وخلاص، لا، ده كان هو المحرك الأساسي لأغلب تصرفاته بعد كده، زي ما هنشوف. طول فترة العلاقة السرية دي الخوف ده كان حاضر معاه. ولما محمد بدأ يحاول يتهرب شوية، باسين طبعا لاحظت ده، وهنا العلاقة بدأت تاخد شكل تاني خالص. فعلا دخلت مرحلة الخطر الحقيقي. باسين ما بقتش قابلة بالوضع السري ده، هي عايزة تتجوز. ولما محمد رفض، أو نقدر نقول ماطل، بسبب إنه متجوز أصلاً والخوف اللي احنا اتكلمنا عنه، هنا بقى ظهر التهديد. ودي النقطة اللي قلبت كل حاجة. باسين هددت حماد بشكل مباشر، قالت له إنها هتفضح علاقتهم لمراته. السلاح اللي استخدمته كان صور وفيديوهات. المصدر بيقول إنها سجلتها ليهم هما الاتنين في السر وقت لقاءاتهم اللي في الزراعات دي، وده طبعا وضع حماد في موقف لا يحسد عليه أبدا، خصوصا مع خوفه الكبير من مراته وأهلها. الموقف بقى صعب جداً عليه. حماد حسب المصدر برضو كان بيقول إنه من الأول كان صريح معاها، قال لها إنه متجوز ومش هيقدر يتجوز تاني، وإن هي وافقت على الأساس ده. بس دلوقتي الوضع اختلف. صحيح، دخلنا في منطقة الابتزاز. التهديد بالفضيحة ده خلاه حاسس إنه خلاص محاصر. المصدر بيقول إنها أصرت، يا إما جواز يا إما هتفضح كل حاجة. وتحت الضغط الرهيب ده، حماد قرر إنه لازم يروح يقابلها مرة أخيرة في نفس المكان، الزراعات. بس المرة دي الهدف ما كانش الكلام أو إنه يلاقي حل، لا، المصدر بيكشف إن نيتها كانت واضحة ومحددة: ياخد الموبايل اللي عليه الصور والفيديوهات دي، يمسح الدليل اللي بيهدد حياته كلها. وفعلا المواجهة الأخيرة دي كانت مشحونة جدا. باسين وريته الحاجات اللي على الموبايل عشان تأكد له إنها جادة في تهديدها، بس في نفس الوقت رفضت تماما إنها تديهوله. وحصل بينهم خناقة كبيرة، وهي حاولت تهرب منه بالموبايل في إيدها. في اللحظة دي بقى، لحظة الغضب واليأس دي، الأمور وصلت لنهاية مأساوية بشعة. المصدر بيقول إن حماد كان محضر نفسه، كان جايب معاه فرد خرطوش، سلاح ناري وضربها طلقة واحدة. ماتت في ساعتها. خد الموبايل اللي هو كان رايح أساساً عشان ياخده ومشي من المكان. والمقلق أكتر في الموضوع إنه رجع لحياته عادي جدا، كأنه ما فيش أي حاجة حصلت. عدى يومين كاملين لحد ما صاحب الأرض اللي حصلت فيها الجريمة اكتشف الجثة بالصدفة بسبب إن الكلاب كانت متجمعة حواليها. الشرطة عرفت إنها باسين لأن أهلها كانوا مبلغين عن غيابها. التحقيقات في الأول ما وصلتش لحاجة واضحة، ما كانش فيه دليل مباشر يربط حماد بالجريمة، بس الخيط اللي حل اللغز جه من حتة تانية خالص. بالظبط كده، صاحبة باسين راحت للشرطة. يبدو إن باسين كانت بتفضفض معاها وحكت لها تفاصيل العلاقة مع حماد. حكت لها عن التهديدات اللي بينهم وعن موضوع الصور والفيديوهات دي. الشهادة دي هي اللي ودت الشرطة لحماد على طول. ولما اتقبض عليه، المصدر بيقول إنه ما اعترضش أو أنكر، لا، اعترف على طول بكل حاجة، كل التفاصيل، وقال إن اللي خلاه يعمل كده هو الضغط الرهيب اللي كان فيه وتهديد باسين المستمر ليه، وإنها هتدمر له بيته وحياته الأسرية اللي كان خايف عليها قوي، وقدم الموبايل كدليل على كلامه بخصوص الابتزاز. القصة بتنتهي بحكم المحكمة. المصدر بيذكر الحكم إنه كان 15 سنة مؤبد. ممكن الصياغة القانونية تكون محتاجة تدقيق، بس الواضح إنها عقوبة سجن طويلة جدا.
قصة مرعبة فعلا بكل المقاييس، تبدأ بلقاء عادي جدا وتنتهي بجريمة قتل وحياة ناس كتير اتدمرت. تماماً، وبتسيبنا نفكر كتير في تمن الخوف والأسرار. إزاي علاقة زي دي بدأت في السر ممكن تتصاعد بالشكل ده لابتزاز وعنف يوصل للقتل؟ وإيه اللي ممكن يوصل بني آدم تحت ضغط الخوف من الفضيحة إنه ياخد قرار متطرف ومدمر للدرجة دي؟ نقطة فعلا تستحق إن الواحد يقف عندها ويفكر في العواقب الوخيمة لقراراتنا وردود أفعالنا لما بنتحط تحت ضغط.